السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان ايه هي عيوب التيجان او التلبيسات او بيسموها الكراونات يا دكتور المصنوعه من البورسلين. احنا في حلقه قبل كده اتكلمنا عن مميزاتها، هنتكلم في الحلقه دي عن عيوبها. والعيوب بتاعتها عباره عن ايه؟ المشكلة بتاعتها قالك إن هي ممكن تؤدي إلى التهابات في اللثة عن طريق إيه؟ بيتجمع بقايا أو فضلات الطعام حوالين حواف كده الكراون أو التلبيسة نفسها المصنوعة بورسلين، فتبص تلاقيها بترسب بتحشر الأكل جوه، فيبدأ إن هو إيه؟ يعمل التهاب في اللثة، وبيبدأ ممكن يخلي الضرس يسوس من فوق. وبيعمل ايه تاني برضو؟ يبدا ايه؟ يضغط ممكن على اللثه او كده. الاكل ده لما بيحشر بيبدا ان هو ايه؟ يضغط على اللثه شويه، فبيؤدي الى التهابات اللثه، وده من عيوبه. عشان كده لازم تخلي بالك بعد ما بتعمل التلبيسه او الكراون دي، بتضطر انك انت تعمل ايه؟ لازم تغسله او تفرشه كل يوم مرتين، مره الصبح ومره بالليل، عشان تحافظ انك انت تنضف منه بقايا الطعام، انما ما تتحشرش في الحواف بتاعته. دي كانت حلقه النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.